هنا أفتح فاصلة لأعود لإخواني الصوماليين فأقول لهم: أعجبني الأستاذ عبد الرزاق وهو نازل حين قال مينيسوتا لنا وأقول لك مينيسوتا لكم. والله إن مينيسوتا لكم. أنا أريد أن أسميها الآن سوماليسوتا. هذه سوماليسوتا وليست مينيسوتا. نعم أيها السادة الكرام، يا أهل الصومال، كلمة قلتها وأعيدها، اسمحوا لي إن غلظت القول قليلا فاسمحوا لي. أنا تحدثت عن العرب كيف كانوا وكيف قصفتهم ثم رفعتهم بمجيء الحبيب. أنتم يا أهل الصومال قبل أن تأتوا إلى مينيسوتا وقبل أن تتفرقوا في المدائن والقرى والأمصار والدول والكرة الأرضية، ماذا كنتم؟ فرقتكم الحروب، تقاتلتم، لكن الله عز وجل نظر في قلوبكم فرأى وقد سبق في علمه الأزلي أنكم تحملون قلوبا طيبة محبة للدين والإسلام والقرآن، فجمع عليكم شملكم وربط عليكم جأشكم. الذين تفرقوا في العالم، لا أريد أن أذكر الجنسيات التي هربت وفرت، ذابت وراحت أشكالها وألوانها، لكن الصومال وأهل الصومال حفظ الله عليهم وحدتهم. ما الشيء الذي جعلكم تحفظون وحدتكم؟ كيف حفظ الله عليكم وحدتكم؟ وبما حفظ الله عليكم وحدتكم؟ إنه بالقرآن الكريم، إنه بالقرآن الكريم. يا أهل الصومال اسمحوا لي إن غلظت القول وقلت لكم: أنتم من غير قرآن لا تساوون شيئا. والله أنتم من غير القرآن لا تساوون شيئا. وسأعطيكم الدليل. يوم كان العرب ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة ومن بعده التابعون، سادوا الدنيا وحكموا الدنيا وحكموا الهواء وحكموا الحجر والشجر. كان العالم كله يدين للعرب والمسلمين يوم كان العرب ملتفين حول الوحي. انظروا إلى حال العرب اليوم، وقد تركوا قرآنهم إلا من رحم ربهم، إلا من رحم ربك. انظروا إليهم، من ينظر إليهم بعين الرضا واللطف؟ من يحترمهم؟ العرب من غير قرآن ومن غير رسالة السماء لا يساوون شيئا. وأنا قلتها وأزيد فأقول: يا أهل الصومال الكرام الأحباب النشامة الكبار، يا أهل الصومال، يا أهل القرآن، الأمل في الله عز وجل ثم فيكم أنتم لتعيدوا بوصلة القرآن في الكرة الأرضية. والله إن الأمل معقود عليكم، وما مثل هذه المسابقات التي نراها إلا مظهر من مظاهر الحفاظ على الوحي. فهنيئا لكم، فأنتم يا أهل الصومال أنتم كبار، ويجب أن يكون عطاؤكم كبيرا يليق بكم. نحن في الجزائر وفي المغرب وفي مصر الحبيبة وفي كل مكان حين نسمع الصومال نسمع معها الحرص على القرآن. نراكم قرآنا أيها الصوماليون، فأروا الله من أنفسكم خيرا. نحن نحبكم، الأمل عز وجل ثم فيكم. أيها السادة الكرام، نظر إلى مينيسوتا بعين الرحمة واللطف والخير، فاقتاد سماحة الوالد سيدي وليد المنيسي، اقتاده من نيويورك ومن نيوجيرسي ومن بعض البلاد التي ما عرفت حقيقة ما يحمل هذا الرجل. اقتاده الله
وجاء بكم من البدو وجاء به إلى هذه الأرض المباركة ليجد هؤلاء الصوماليين، وجدهم أرضا بكرا فسقاها بما علمه الله. أقول لسيدي وليد: يا سيدي يا وليد، نقول لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال له: يا أبا بكر، كل كانت له علينا يد فضل فكافأناه عليها، إلا أنت يا أبا بكر فإنا نترك جزاءك لله. نقول لك يا سيدي وليد: إلا أنت فإنا نترك جزاءك لله عز وجل. واسمحوا لي أن أختم بفاصل قصير. لما قرأ الشاب المغربي بتلك القراءة الراقية وبذاك الصوت الرقراق الجميل، رأيت أن القاعة كلها اهتزت وكادت أن تقوم لفرط ولجمال ما كان يقرأ. أقول لك يا شيخ عبد الناصر، وأقول لسيدي سماحة الأستاذ وليد: لا بد أن يكون قسم في مدارسكم يهتم بالصوت الحسن والنغم والقراءة الجميلة المعبرة. الأستاذ حسن فتح الله عليه وحسن الله فعاله دائما يأتيكم. أنا أقول لكم أيها الصوماليون هنا: استنسخوا من حسن نسخة أصلية واجعلوها هنا، واجعلوا أبناءكم يقرؤون كحسن أو أحسن من حسن. والسلام عليكم ورحمة الله.